أهلا بكم من أمريكا مع أيمن. فيديو النهاردة هقول لك فيه حاجات مهمة جدا جدا يمكن أول مرة تسمعها. هكلمك عن حاجات بتحصل هنا في أمريكا. ممكن تخليك ضحية وممكن تدخلك في مشاكل وقضايا فيدرالية كبيرة جدا أنت في غنى عنها. هكلمك النهاردة إن إزاي أنت ما تبقاش ضحية لعصابات غسل الأموال. أعرفك يعني إيه النهاردة غسل الأموال وإزاي عمليات غسل الأموال دي بتتم. وكمان لو انت لا قدر الله وقعت فريسه او ضحيه لعصابات غسل الاموال دي، ازاي ان انت تحمي نفسك وازاي ان انت تامن نفسك وما تقعش في مشكله. اهلا بكم من امريكا معايا. كتير مننا بيسمع مصطلح غسل الاموال او بنسمع عن موضوع غسيل الاموال او بيسموه الماني لاندري. ايا كان انت بتسمعها ازاي، غسل اموال، غسيل اموال، ماني لاندري، يعني ايه؟ ببساطه جدا يا جماعه، احنا دايما بنقول لما بنغسل الحاجه فهي بتنضف، تبقى نظيفه. نفس الكونسبت ده اللي جات منه التسميه بتاعه عمليات غسل الاموال. غسل اموال يعني الاموال دي او الفلوس دي جايه من مصادر مش كلين، مش نظيفه، يعني جايه من مصادر غير شرعيه. فبيعملوا لها عمليه غسل اموال، يعني بيخلوها من اموال غير شرعيه يخلوها لاموال شرعيه او يطفوا عليها صفه الشرعيه. طب يعني ايه اموال جايه من مصادر غير شرعيه؟ جايه من مصادر مخالفه للقوانين، زي تجارة المخدرات، الأسلحة، الدعارة، تهريب الأموال، أي حاجة، الآثار، أي حاجة غير مشروعة أو أي عمليات بتتم غير مشروعة، هي دي أموال بيسموها الديرتي ماني أو الأموال القذرة. وبيبقى الهدف إن أنت عاوز تخلي الأموال دي أموال شرعية، علشان أنت ما تقدرش تصرفها وما تقدرش تتحكم فيها، وإلا هيتم مساءلتك ويقولوا لك من أين لك هذا؟ الفلوس دي جات إزاي؟ فلنفرض ان واحد عمل عمليه غير شرعيه، تاجر مثلا في مخدرات وجاب من نتيجه تجاره المخدرات دي اموال. هو لا، عشان يقدر يصرفها ما يقدرش يظهرها في العلن لانها بتبقى اموال كتيره جدا، فبيبقى محتاج ان هو يدخلها لطريق شرعي. بيتم الموضوع ده ازاي؟ ببساطه شديده جدا، بيتم تحويل الاموال دي او تغيير مسارات الاموال دي، ويتم تجزئتها لفئات صغيره من الاموال. يعني نفرض ان واحد مثلا معاه 20 30 مليون دولار، ويبتدي ال 20 30 مليون دولار دول ما يقدرش يظهرهم كلهم مره واحده، فيبتدي يجزئهم لمبالغ صغيره بالالاف، ويبتدي يوزعهم على مجموعه من الاشخاص. وبعد كده الاشخاص دي يبتدوا يدخلوا الاموال دي في مصادر شرعيه. ممكن يتم الموضوع ده في اكتر من دوله. يعني ممكن تكون العصابات دي موجوده مثلا ولنفرض في دوله ما بعيده، ويبتدوا يستغلوا ناس موجودين في امريكا، في مصر، في العراق، في سوريا، في اليمن، في اي بلد، ويبتدوا يبعتوا لهم الاموال بتاعتهم دي او يبتدوا يوصلوا لهم الاموال دي بطريقه معينه، وبعد كده يبتدوا يرجعوا ياخدوها منهم تاني. وعشان ابسط عليكم الموضوع، في اشكال كتيره بتتم علشان يتم بيها استغلال الناس في موضوع غسل الاموال دي. انت نفسك شخصيا ممكن تكون فريسه لعصابات غسل الاموال، ان هم يستغلوك علشان ينفذوا هدفهم او خططهم في غسل الاموال. وبتحصل كتير قوي هنا في امريكا، وهقول لكم اشهر طريقه يستخدموها عصابات غسل الاموال علشان يستغلوك انت شخصيا ويعملوا معاك الموضوع ده. لو انت بتقدم على شغل، ودي انا شفتها اكتر من مره، سمعتها وانا نفسي، حد بعت لي او تواصل معايا علشان شغل وكانت من الناس دي، وحصلت لاكتر من حد من اصحابي. على مواقع التوظيف بتبقى الناس حاطه الريزومي بتاعها او حاطه السي في بتاعها علشان لو جت فرصه شغل الناس بتتواصل معاها. الناس دي بتعمل ايه؟ هحكي لكم حاجه انا حصلت معانا شخصيا. بيبعت لك ويقول لك ان احنا عاوزينك لبوزيشن ما. يعني مثلا انا راجل بشتغل في الفاينانس، فبيجي حد يقول لي ايمن احنا عايزين نوظفك في وظيفه كذا في الفاينانس بمرتب قد كده، وبيعرض عليك مرتب مغري. فانت بتقول اوكي طيب انا موافق، فبيبتدي تخش في البروسيس العاديه جدا زي اي شغلانه. تبتدي ان انت تعمل انترفيو، واوقات بيكون يطلب منك كمان اسسمنت، وبتلاقي الموضوع شكله طبيعي خالص، وموقع الكتروني للشركه ومقر للشركه، والموضوع بيتم بشكل طبيعي خالص. وبعد كده يبتدي يقول لك اوكي طب احنا هنبتدي نحول لك فلوس علشان تبتدي مثلا تعمل حاجات معينه، تقدمها لمشتريات معينه، او هنبعت لك فلوس عشان تبعتها لحد تاني، وهكذا. الناس اللي ما تعرفش او ما عندهاش الخبره في موضوع غسل الاموال بتقع سهل جدا ضحيه للموضوع ده.
انا يمكن لاني عن طريق شغلي اخذت كورسين في موضوع غسل الاموال، بمجرد ما بداوا يلعبوا معايا الموضوع ده انا فهمته على طول. بس في ناس تانية انضرت وكملت معاهم في الموضوع، وكانت النتيجه ان هم كانوا هيدخلوا في قضايا فيدراليه. وغسل الاموال في كثير من الدول هو جريمه بتعاقب عليها القانون، ممكن توصل عقوبتها للحبس وغرامات ماليه ضخمه جدا. بس طبعا لو انت يعني ما تعرفش فده موضوع تاني، بس هقول لك قدام يعني في الفيديو. حضرتك بيبتدوا يبعتوا لك الفلوس دي ويقول لك احنا عاوزينك تبعتها لحد ما، يبعت لك شيك ويقول لك انت تاخد الشيك ده تسيله وتحطه في حسابك، وبعدين تبتدي تبعت الشيك ده لطرف تاني في مكان تاني جوه امريكا او بره امريكا. في ناس تانية ممكن تستغلك عن طريق ان هو يطلب منك انك تعمل تحويلات بنكيه باسم. يعني يجي واحد يقول لك انا هدي لك فلوس كاش، احنا هنشتغل مع بعض، هدي لك فلوس كاش وهدي لك نسبه من الفلوس دي، بس انا عايزك تحولها لفلان مثلا في مصر، او عايزك تحولها لفلان ده في العراق، او عايزك تحولها لفلان ده في تركيا، او ايا كانت الدول. يعني انا مش عايز اسمي دول معينه، ولكن في اوروبا في اي حته يبتدي يستغلك علشان ياخد الفلوس دي مبالغ صغيره وتروح في حسابات، وبعد كده تتحول لحسابات تانية. والموضوع ده خطير جدا، لان لما تقروا في تاريخ اللي عاوز يعمل سيرش، اقروا في تاريخ غسل الاموال، وهتلاقوا ان في بنوك نفسها شغاله في عمليات غسل الاموال دي. منها بنك مشهور جدا وتم مصادرته اسمه بنك اوف بنما، ناشونال بنك اوف بنما. البنك ده يا جماعه كان متصمم السيستم المحاسبي والهيكل البنكي المصرفي بتاعه علشان يسهل عمليات غسل الاموال، ان الفلوس تدخل بطريقه غير شرعيه ويتم طمس هويه الفلوس دي وتتحول لطرق شرعيه. هقول لكم برضه تفصيله صغيره. نفرض نرجع للمثال الاولاني، ان انا قلت لكم واحد كان معاه مبلغ مثلا كبير وبدا يحوله، هيدي جزء الايمن وجزء لفلان وجزء لعلان، واحد 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 واحد، والفلوس دي اتحولت باساميهم. وبعد كده ترجع الفلوس دي تتحول لمبلغ ثالث خالص باسم حد ثالث خالص في مكان ما، وتتجمع الفلوس من المبلغ ده وتروح لحساب تاني. العمليات بتتم يعني بحاول ابسطها لكم، ولكن هي بتبقى اكثر تعقيدا من كده. وبعد كده ممكن تطلع الفلوس دي وتروح تشتري بيها اصل ثابت زي حته ارض، او تتضخ في البورصه، او يشتروا بيها عقارات، وبعدين تتباع، وبعدين تبتدي الفلوس تدخل باسم الشخص اللي هو عاوز يعمل عمليه غسل الاموال، او باسم الناس اللي بتعمل عمليات غسل الاموال. الاموال بتبقى تخط، وحجم الاموال بالمليارات الدولارات. وفي اعلانات بتشوفوها انتوا على الفيسبوك اوقات، واوقات بتشوفوها على اليوتيوب، ان ناس تبعت لكم رساله تقولوا في حاجه اسمها الدولار المجمد، وان الدولار ده تم مصادرته في البنك المركزي مش عارف في دوله ايه وبتاع. كل ده يا جماعه عصابات غسل اموال، وبيستغلك علشان يدخلك في المصيده دي، ويعشمك انه هيدي لك فلوس كتير. المشكله بقى ان لو انت وقعت ضحيه فعلا للموضوع ده، ايه الاجراءات اللي انت تعملها؟ اول نقطه، ودي اللي انا شخصيا حصلت معايا، لما بعتوا لي التشيك وقالوا لي ان انت عاوزينك تحط التشيك ده في حسابك، وكان رقم مش قليل، يعني كان حوالي 5 6000 دولار. اول حاجه عملتها رحت رايح للفرع اللي انا بتعامل معاه، البنك اللي انا فيه، ومدير الفرع كانت صديقتي، فرحت داخل لها على طول: هاي فلانه، هاي انا عايز اوريك التشيك وعاوز اخد رايك، ايه رايك في التشيك ده؟ لان انا اول مره اشوف تشيك بالشكل ده قبل كده. اول ما بصت على التشيك قالت لي: ايمن، التشيك ده بيسموه فراد تشيك، يعني شيك مزيف او شيك مش حقيقي. لكن لو انت حطيته في حسابك اللي بيحصل ايه؟ ان الشيك بيتحصل، وبعد كده انت لو بعت الفلوس دي لشخص تاني هتبعتها من رصيدك انت. وسالتني كده على طول، قالت لي: انت قدمت على شغل على الانترنت؟ قلت لها: انا في شركه توظيف تواصلت معايا وحاولوا ان هم يكلموني، قالوا لي ان هم شركه توظيف. فقالت لي: ده في الاغلب بيبقى ماني لاندر. وطبعا انا سلمت لها الشيك وعدمت الشيك قدامي، بس لان انا عندي خلفيه عن الموضوع. في حد حكى لي قبل كده اخذ الشيك حاول يحطه في حسابه، وهنا حصلت مشكله واضطروا ان هم يبلغوا البوليس، وكانت قصه كبيره. القصه طبعا لو انت يعني اثبت ان انت فيها مش متورط او كده بتبقى فاين. لكن لو انت كملت وتماديت ودخلت في الموضوع، زي الناس اللي مثلا بتطلب منك انك تحول لهم فلوس عن طريق ماني جرام او عن طريق ويسترن يونيون من حسابك لحسابات تانية لناس انت ما تعرفهمش اصلا، خد بالك، لان انت ممكن تقع فريسه. ممكن بحسن نيه حد يجي يحكي معاك ويجي يقول لك: يا فلان، انا عاوز منك خدمه، اؤمر، انا عاوزك مثلا تساعدني ان انت تبعت لي الفلوس الفلانيه.
وانت حولتها. لو انت حولتها له مره، في الثانيه، في الثالثه، اسمك بيبتدي يظهر على السيستم. شركات نقل الاموال اللي زي ويسترن يونيون وماني جرام وخلافه بيبتدوا يبلغوا على طول الاف بي اي ان في عمليات مصرفيه وتحويلات بتتم باسم شخص معين لبلاد او لاماكن ممكن يكون عليها علامات استفهام. وفي الحاله دي لو انت كنت ان بروسس بقالك فتره، بيبقى صعب انك تثبت براءتك. فخد بالك دايما اول ما تشك بلغ. ما تحولش فلوس خالص لحد انت ما تعرفوش. لو حد طلب منك انك توصل فلوس لحد انت ما تعرفوش، بلاش تعمل كده. لو بحسن نيه، خليك حريص. وانت بتقدم على وظيفه، لو حد طلب منك انك تحول فلوس او تنقل فلوس وانت لسه في البدايه، ما تعملش كده. يعني مثلا في بعض الناس يقول لك احنا هنبعت لك فلوس عشان تشتري مثلا لابتوب. معظم الشركات ما بيعملوش كده. هو اوريدي بيبعت لك اللابتوب لو انت هتشتغل من البيت مثلا. ففي شويه بروسس كده لازم تاخد بالك منها. الموضوع ده بدا ينتشر الفتره دي كتير، وهو موجود من زمان. عشان برضو يعني الموقف اللي حصل معايا انا شخصيا حصل من حوالي 3 سنين، فهو موجود من زمان، بس الفتره دي بدا يزيد. وبدات اسمع من ناس كتير عن حاجات بيحصل معاها زي كده. حبيت اعمل الفيديو ده علشان اقول لكم تاخدوا بالكم، واعرفكم ايه موضوع غسل الاموال، وازاي ناخد بالنا منه، وازاي ما نقعش فيه. ودايما دايما دايما لو شكيت في اي لحظه ان في مشكله، بلغ واعمل احتياطاتك وخد بالك، علشان ما تبقاش انت في يوم من الايام ضحيه لعصابات غسل الاموال. اتمنى الفيديو ده يكون فادك. من فضلك ما توقفش الفيديو ده عندك، شاركه مع حبايبك، كل الناس اللي انت تعرفهم، علشان برضه ممكن يكون حد ما عندوش المعلومه ويستفيد منها. والناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه بفكركم ما تنسوش تدخلوا على القناه بتاعتنا على اليوتيوب، من امريكا مع ايمن او ايمن امير. على اليوتيوب اكتب ايمن امير، ودوس على علامه سبسكرايب، على علامه الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. واللي بيتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وفولو لصفحتنا على الفيسبوك من امريكا مع ايمن بالعربي. اتمنى الفيديو يكون فاتكم. ما تنسوناش اللايك. وبشكركم جدا جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد. عيد القيامه كان اليومين اللي فاتوا، وان شاء الله بعد كام يوم جاي عيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعل الاعياد ويجعل ايامكم كلها فرح وسعاده وسلام. وبشكركم جدا جدا جدا. وكان معاكم ايمن من